لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. يا يصب غضبه على لاعبي الأهلي بعد التعادل ضد الرياض. علق المدرب الألماني ماتيوس ياسيل المدير الفني لفريق الأهلي على تعثر فريقه أمام الرياض في اليوم الأول في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي المحترفين، وسقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه الرياض بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، ليفقد الفريق نقطتين ثمانيتين في سباق المنافسة. وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء أبدى ياسيل السياو من النتيجة مؤكدا أن الفريق كان يطمح للفوز، مشيرا إلى أن الأهلي يحتاج لتدعيم خط الهجوم في ظل قلق الخيارات المتاحة حاليا. وقال ياسيل في تصريحاته: بطبيعة الحال النتيجة مخيبة للآمال، وكان الهدف هو الحصول على النقاط كاملة. نعتذر من الجماهير، وكان ينقصنا إيجاد سرعة أكبر وصناعة كثيفة هجومية في منطقة الجزاء، خاصة عندما نلعب أمام فريق تدافع بشكل كامل وتضع الحافلة أمام مرماها. وأضاف المدرب الألماني: كنا واضحين في قرارنا باللعب بطريقة هجومية، ثم قررنا التغيير إلى اللعب بثلاثي في الخط الخلفي. حصلنا على فرص عديدة لكن لم نستغلها، ولا أريد الحديث عن اللاعب بعينه لأن المشكلة جماعية في إنهاء الهجمات. وواصل ياسيل: بالرغم من التعاقد مع يونيوس وصالح أبو الشمامات وأنزو مويو، إلى أن الفريق ما زال يعاني من نفس المشاكل الهجومية. كان يجب علينا التوقيع مع لاعبين في الخط الأمامي بعد رحيل يوب وريومانيو وغابراهي فييغا، لكن في مثل هذا المباريات يجب أن نكون أكثر ذكاء بعد التقدم بالنتيجة ولا نرتكب أخطاء، خصوصا وأن الحكم احتسب 12 دقيقة كوقت بديل ضائع. وأكمل مدرب الأهلي تصريحاته قائلا: من ناحية الأداء لم يكن هناك فريق كبير عن جهة الغرافة، لكن الفارق أننا لم نحسن استغلال الفرص. الأهداف المتوقعة فينا تجاوزت هدفين، وكان علينا أن نكون أكثر فعالية في تحويلها إلى أهداف. ورفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد تعادله مع الرياض في 4 تعادلات لفريق هذا الموسم خلال 7 مباريات في البطولة.